سلام. شكون فينا اللي ما يحبش هذاك الزيتون المرقد ولا زيتون كاسي؟ كل واحد كيفاش يقولوا في رمضان. نحي شويه فنين وهيا نخضروا هذا الوصفه اللي تجي بزاف مليحه ومبليس نظيفه وتكون ناقصه شويه ملح ماشي كيما تاع برا. حط هذاك التليفون من يدك وتبع الوصفه حتى الاخير وما تنساش تجربيها. اول حاجه عندي حبيبه تاع زيتون غير شويه باك ماشي بزاف، نحطهم في الملح نخليهم شويه هكا ونبدل لهم الماء 3 مرات حتى تروح له كامل هذيك الملوحيه. انا صراحه ما نحبش هاك الزيتون تاع برا باسكو يجي مالح بزاف. وسبورسا نديرو حنجربو يعني اول مره حنجربو في الدار باش غير تنحالو هذيك شويه الملوحيه. ونشفو من بعد نشفو لازم تنشفي اي حاجه تحطيها لازم تنشفيها مليح لازم نشفوه. تقدري ديري الزيتون هكذاك ولا تشويه، انا حبيت نشويه شويه. تشويه غير في البابي في البالينوز. هو يطول شويه في الشويه تاعو بصح معليش. يجي غير يدي هذيك الريحه تاع الشوا. لازم نستفوه هكذا ما نحطوش حبه على حبه، لازم تكون كل حبه وحدها. ونغلقوا عليها ونخلوها حتى يتشوى لنا شويه. من بعد هنايا عندي شويه زريعه البسباس في مهراس ولا بحلال ولا غير مغرفه باك صغيره تاع زريعه البسباس، ونحاولوا نكسروها كذا الحبه على زوج باش تخرج لنا هذيك النكهه تاعها وهذيك الريحه تاع ريحه البسباس مليح. هنايا تشوى لي شويه هذاك الزيتون تاعي، ماشي لازم يتشوى كامل ولا شويه. نحيه ونخليه يبرد شويه. من بعد عندي المكونات اخرى اللي ثاني كاين عندي، قلت لكم الزيتون هذا مشوي تشوى ليه هكا معلش ما يكونش مشوي مليح وانما يكون مشوي شويه. عندي هنايا كاس تاع نص كاس تاع الزيت، عندي هنايا فلفل حار كيما تحبوا، عندي زرديه مقطعه رقيق، عندي هادو هما المايز يتباعوا هكا بالحبه، عندي لي زيبيس فلفل احمر في الكحل كزبر وشويه تاع كركم، وهذا ما كان شويه الملح ما نديروش، وعندي كورنيشون تاني. الملح ديرو غير شويه برك في الاخير باسكو اصلا الزيتون مالح. اول حاجه هنايا حميت شويه زيت تحطي غير يدفى غير شويه بك، ومن بعد نفرغوا عليه هذيك زريعه البسباس باش تطلق لي هذيك اسمها في الزيت سخون تطلق الريحه تاعها. نحركوها غير شويه. من بعد عندي هنايا نحط الزيتون تاعي، نجيبوه في بول كبير. عندي زيتون، قلت لكم هنا اي حاجه تغسلوها لازم تنشفوها مليح باش تحطوها، ما تخليوش كامل الماء في الخضره تاعكم، كلش لازم يكون ناشف. هنايا عندي فلفل حار، عندي خضر وادو كامل حارينه، يعني غير اللون تاعهم بك لون مبدل. هنايا عندي ثاني زروديه مقطعه رقيق مغسوله ثاني ومنشفه مليح. عندي هنايا كورنيشون. تقدري ديري هذيك البصيله صغيره، تقدري ديري اي حاجه حبيتيها، تقدري ديري حتى شوفلور ولا. هنا عندي ثاني هذه المايز اللي يكون ثاني منشف ثاني من الماء تاعو اصلا هو مرقد يعني هو الكورنيشون. هنايا عندي فلفل حار اللي يحب الحار بيان سور. من بعد نجيب هذاك الزيت بعد ما طلقت لي هذيك شويه زريعه البسباس فيه، نجيب هذوك لي زيبيس اللي قلت لكم في الاحمر وفي الكحل شويه تاع كزبر شويه تاع كركم، ونخلطوهم مليح مع الزيت هذاك ونفرغوهم عليه. ونخلطوهم هكا مليح مع بعضهم حتى نتاكد بلي كامل الحوايج قاسهم هذاك لي زيبيس والزيت تاعي، ونخلط كامل الحوايج مع بعضهم. هنايا بك راني نسيت ما درتش الثوم، هو نورمالمون ديروا الثوم دوكا، انا من بعد حنزيد نحطو نسيتو الثوم ثاني يجي مليح كي يكون مرقد. والملح ثاني نملحو غير شويه باك ماشي بزاف باسكو الزيتون والكورنيشون اصلا هو مالحين. انا صراحه حبيت نجرب هذه الوصفه باسكو تاع بران وليت يجيني شويه موش مغطي دي فوا تلقايه بالك قديم بزاف ولا صافي واحد يديرها يدير هاد الخدمه خير من تاع برا. الحاجه اللي نقدروا نديروها في الدار من الاحسن نديروها في الدار.
من بعد هنايا جبت هذه بلاره تاع الزجاج ولا تاع بلاستيك، المهم تكونوا معقمينها، ديروها في ماء سخون وتمسحوها مليح، لازم تكون ما فيهاش كامل الماء. هذه حاجه مهمه سواء في الخضره تاعكم ولا في البلاره هذه، ما لازمش كامل تكون فيها الماء. هنا نحاولوا شاك فوا لسه ما ديروش الزيت بزاف باش ما يضرناش. مره نقلبوها هكا على فمها، مره باش كامل يترقدوا لنا كامل مع بعضهم، يعني اشاك فوا نقعدوا نخلطوا شويه فيها كما راكم تشوفوا. هذه هي وصفه اليوم، ان شاء الله ربي تعجبكم وتجربوها. بقى لي غير في الاخر نقول لكم تنساوش ديروا لايك، بارطاجي، كومونتي. سلام.